السلام عليكم خوتي خواتاتي، تبارك الله عليكم، توحشتكم. ودابا جيتكم بواحد الفيديو جديد غادي نديرو على اللفت المحفوره. اللفت المحفره غنديرو بها الطاجين ديال اللحم. اللهم بارك في هاد فصل الشتاء. اللفت المحفوره زوينه للبرد، كتحيدنا البرد من الذات ديالنا وكتسخن الذات. اللفت المحفوره احسن ما كاين، هي اللفت المحفوره في هاد البرد فصل الشتاء. دابا غادي نشارك معكم الطريقه ديال اللفت اللحيمه مخضره باللفت. غادي نديرو اللحيمه على حسب اللحم، على حسب الاشخاص اللي عندكم. دابا حنا تبارك الله بينا غير جوج ديال الناس، 3 طريفات اللحم تبارك الله كافيين، اللهم بارك. غادي نديرو في الكوكوت بصله وحده مشلضه، غنديروها على الكوكوت بحال هكا، على اللحيمه بحال هكا. وغادي نديرو مطيشه وحده مقشره، كنقشروها نقيوها من القشره ديالها وكنقطعوها طريفات بحال هكا. غادي نديرو شويه ديال زيت العود، ماشي بزاف، شويه، بسم الله على بركه الله، حيت اللفت كتبغي زيت العود، ضروري من زيت العود. وزيت المائده شويه حتى هي. كنديرو العطريه، شويه ديال السكينجبير، وكنديرو شويه ديال البزار، كنديرو شويه الخرقوم، كنديرو شويه ديال الثومه، غير واحد شويه. نتوما شوفوا معايا في راس المعلقه. الثومه على حسب، الا كنتو كتبغيوها نتوما ديروها، انا كتهبط لي الطونسيون. شويه ديال القزبور بحال هكا، اللفت كتبغي القزبور. القزبور حتى هو زوين للبرد. هاد الاكله اللي عطيتكم طاجين ديال اللفت المحفوره راه زوينه للبرد، زوينه للبرد بزاف. ومنين تعشاو بها ردوا عليا الخبر، قولوا لي فاش كتنعسوا الدات ديالكم كلها كتولي سخونه، زوينه للبرد. راه فاش كنكونوا فينا البرد والرواح راه كنستعملوا اللفت، هي اللي كتحيد منا البرد. غندير شويه ديال اللفت دابا مع اللحم، وغنخلي شويه ديال القزبر عفوان دابا مع اللحم، وغادي نخلي شويه حتى نعاود نديرها مع اللفت. دابا غندير شويه مع اللحم، غادي ندير شويه د الملحه، شويه الملحه على حسب صافي. وغادي نخلط بحال هكا، نتوما شوفوا معايا، نخلط هاد العطريه والقزبور ومطيشه والبصلين الصايب بيناتهم، وغادي نديروهم فوق النار حتى يتقلاو شويه، عاد نديرو لها المرقه. دابا غنخليها حتى تقلى، نتوما شوفوا معايا. ومن بعد منين غادي تقلى هاد البصله ودلوه مع مطيشه وتقلى داك اللحيمه، كنديروا لها المرقه حتى كنغطيوها بالماء. ملي كنغطيوها نسدو عليها الكوكوت حتى طيب اللحيمه، تكون خاصها غير شي شويه باش طيب مزيان. ونديروا اللفت ما كتاخذش الوقت بزاف الطياب. فاش غادي ندير اللفت معكم، دابا الفيته ديالنا حنا نقيناها كيف ما هكا، نتوما شوفوا معايا. هاد بيطيطات ولدي كيبغي بطاطا زدتهم له، وخلاص اللي بغى يخلط البطاطا يخلطها، واللي ما بغاش يدير غير اللفت. كنغسلوها بحال هكا ونقطعوها على حسب. تبارك الله، هذا كيلو د اللفت راه يحط الخير والبركه. انا عزيزه عليا اللفت، هاد البرد كنبغي اللفت، كنبغي الطاجين ديال اللفت. طلع بحال هكا نقطعوها باش تجي طويجه زوين. السلام عليكم خوتي خواتاتي، تبارك الله عليكم، توحشتكم.
ودابا جيتكم بواحد الفيديو جديد غادي نديرو على اللفت المحفوره. اللفت المحفره غنديرو بها الطاجين ديال اللحم. اللهم بارك في هاد فصل الشتاء. اللفت المحفوره زوينه للبرد، كتحيدنا البرد. القزبر راني درت في النصيب قبيله، ودابا غادي حيت هي اللفت كتبغي القزبر بزاف، غادي ندردر عاود شويه د القزبر دابا فوق اللفت. ندير اللفت طاجين اللحيمه دابا راه طابت، ما كتخليوش طيب بزاف حتى تعرى، تقرب طيب باش كتجي مع اللفت نيشان، وكنديرو نغطيوها باللفت، وغادي ندير عليها القزبر وغادي نزيدها 3 د البيضيطات، ونتلاقى معكم ان شاء الله. انا درت دابا اللحيمه فوق اللفت فوق اللحم يا ربي. غادي نجيب القزبر معكم قبالتكم هكا باش تشوفوا، حيت هي كتبغي القزبر كثير. نتوما شوفوا معايا حيت حتى القزبر راه سخون، حتى هو راه منفعل الذات في هذا البرد. وكندير لها بحال هكا. ها هي المرقه اللفت يلاه بدات كتبان شويه من المرق صافي، وكنغطيوها نسدو عليها واحد ربع ساعه هكاك، حيت اللفت ماشي بحال اللحم، بس كطيب. غادي نعطيوها 15 دقيقه وغادي نحلو عليها نلقاوها طابت باذن الله، والمريقه كتولي ملبيه وقاصحه. دابا راه ملبيه تبارك الله، باقا اللفت ما طابتش، والمريقه راه تبارك الله اللهم بارك. دابا الطويجن ديالنا ها هو طاب، هانتوما كما شفتوا معايا طاب تبارك الله وجا مقلي على حقو طريقو. ودابا انا غادي نصبو معاكم، غادي نديرو اللحيمه ان شاء الله من التحت. هي اللحيمه في قاع الكوكوت غنجبدوها صافي. دابا هي اللحيمه ديالنا طابت والشتا كطيح على برا، ما نعاود لكمش تبارك الله اللهم بارك. هانتوما كتجي القزبور كيزين هذا اللفت، كيزين القزبور مزيان، وفي نفس الوقت هاد اللفت كتكون في فصل الشتاء طاجين ديال اللفت زوين كيجي مزيان. هانتوما شوفوا دابا حتى هي طيبه، ونزيدو الحارين اللي بغا الحار كياكل كيديرو الحار اللي بغاه، هذا الاختيار كيبقى ديالكم صافي. تبارك الله ما نقول لكمش على الطويجين كيجي لذيذ ديال اللفت بحال هكا. اللفت المحفوره، اللفت الحفاريه ماشي اللفت العاديه، راكم شفتوها طويله. اللفت المحفوره بوحدها وهذيك اللفت العاديه بوحدها. المحفوره هي اللي صحيه وزوينه، وجربوها تبارك الله وردوا عليا الخبر ملي وخصوص غالبا الطويجين للعشاء هكا تكون الشتا كطيح والبرد، وكنديروا الطويجين بحال هكا ما نقول لكمش كيفاش كيجي. هاد البخار عجبني كنتفرج فيه، الشتا كطيح تبارك الله اللهم بارك. والحمى طابت تبارك الله. يلا راه الكيسان تشاو ان شاء الله باذن الله.